يا جماعة عاملين ايه؟ انا دكتورة مريم فؤاد، اخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. من ضمن الحالات اللي عندي بيقول لي انا دكتورة ما باكلش كتير، بس مع ذلك انا بتخن، بس انا مش عارف السبب فين. طب يا جماعة قول لي بقى، انت بتاكل ايه كده؟ ورقة وقلم ونعرف نظامك اليومي وبتاكل ايه. يعني مثلا في يوم خد بشاميل، بس انا مكلتش كتير يا دكتورة، انا خدت ايه؟ قطعة كده متوسطة في الحجم. تمام. طيب تاني يوم كنا عاملين بانيه وكلت ساندوتش بانيه. تمام. تالت يوم في الفطار رحت طالب بقى بطاطس محمرة في سندوتشات كده في عيش شامي. اوكي، وهكذا وهكذا. تمام، انت ما بتاكلش كتير ومش كميات، اوكي، ولكن هنا انت مش بس هتتخن، انت هتزيد زيادة مش طبيعية. ليه بقى؟ لان الغلطة الشهيرة هنا في الدايت ان احنا حطينا النشويات على دهون. أسوأ حاجة اللي أنا أعملها في نظامي الغذائي وأبقى فاكر نفسي اللي أنا بعمل دايت أو بخس حتى لو باكل كميات قليلة، اللي أنا أعمل ميكس ما بين الحاجتين، النشويات على الدهون. يعني ده تخن أكيد أكيد أكيد، ده ملوش علاقة بالدايت إطلاقا. تمام. ولو هاخد حاجة زي كده من اللي انا ذكرتها، حاجة ميكس نشويات على دهون، ما يبقاش كل يوم، ده مش دايت. هيبقى مثلا بالكتير قوي مرة في الاسبوع بعك فيها او مرتين. نخلي بالنا احنا بناكل ايه، ونحاول يكون عندنا الفن اللي انا اختار باكل ايه. يعني بلاش ساندوتش بطاطس محمرة، ممكن لو انا عايز عيش يبقى ساندوتش مثلا بابا غنوج. تمام. بانيه بلاش يبقى بانيه، خليه شاورما على الاقل مش مقلية. يعني نحاول يا جماعة نعيش بشكل صحي.